مش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بيبدأ المسلسل مع ضابط شرطة اسمه جون بيتنقل لمدينة جديدة علشان يشتغل هناك، وفي أول يوم ليه في الاسم الجديد بتاعه بيكون واصل متأخر شوية، وده بيضايق المدير بتاعه جدا. لكن اللي بيضايقه أكتر هو إن جون ما بيكونش مهتم وبيتكلم معاهم بأسلوب بارد حتى هو بيقدم نفسه، وبيبقى واضح عليه كده إنه شخص غامض ومش بيحب الكلام الكتير ودايما بيركز على شغله. وبعد مرور شوية وقت بيجي المدير يتكلم مع جون ويكلفه بأول مهمة ليه، فبيوريله صورة شابة صغيرة اسمها ريم وبيقوله إنها النهاردة سابت المدرسة وهربانة منها، وبالتالي مهمته هي إنه يلاقيها ويعرف مكانها. وبالفعل بيروحوا هما الاتنين مع بعض علشان يدوروا عليها، ولما بيحاول المدير يتصل على رقمها مش بترد عليه، فبياخد جون الرقم منه وبيتصل هو بيها، ولحسن الحظ إنها بترد. لكن على الرغم من ده مش بيقدر جون انه يخليها تتكلم وتقول المكان اللي هي فيه. بس لما بتنتهي المكالمة بتظهر مهارات جون في التحليل، وبنعرف انه شخص عبقري جدا، وده لانه بيقدر يحدد المكان اللي موجودة فيه ريم من خلال الاصوات اللي كانت حواليها. وبالفعل بيروح جون علشان يدور عليها هناك، بس قبل ما بيوصل بيخبطوا هما الاتنين في بعض وبتكون ريم على وشك انها تقع، لكن جون بيلحقها على اخر لحظة في مشهد رومانسي جدا. وطبعا بعدها بياخدها جون وبيوصلها للمدير اللي بيكون واضح انه هو عارفها، ودي مش اول مرة ريم تهرب من المدرسة فيها. وبعدها بيروح جون يتكلم مع رئيس القسم بتاعهم اللي بيسأله عن اول يوم ليه في الشغل كان ماشي ازاي، فحكاله جون موضوع البنت ده. وهنا بيتكلم مع الرئيس وبيعرفوا كل حاجة عن البنت دي، وبنعرف مع بعض انها بنت يتيمة وطيبة قوي، علشان كده كل الاسم بيهتموا بيها وبيتابعوها لما بتهرب من المدرسة. وفي النهاية بيقول الرئيس لجون انه بقى عنده مهمة جديدة من اول النهاردة، وهي انه يعتني بريم بشكل مستمر بدل ما هي كل شوية بتهرب. وبيلاقوا صعوبة في انهم يعرفوا مكانها، وعلى الرغم من ان جون ما بيكونش حابب كده بس طبعا بيضطر انه يوافق. وتاني يوم بيكون جون رايح سوبر ماركت علشان يشتري حاجة، لكنه بيتفاجئ لما بيدخل ان صاحب المكان مقتول وفي جريمة حصلت هنا، فبيبلغ باقي زمايله في القسم علشان يجوا يستكشفوا المكان ويحاولوا يعرفوا مين المجرم. وبعد شوية وقت بيكتشفوا ان موت الشخص ده ممكن يكون ليه علاقة بريم. وعلشان الموضوع غريب شوية خليني اوضح لك عزيزي المشاهد، ريم زمان كان عندها اخ ولد، لكن للأسف في حد قتله. وطول الفترة دي ريم كانت شاكة ان اللي قتله هو نفسه صاحب السوبر ماركت، علشان كده الشرطة بتشك ان ريم ممكن تبقى عملت كده بدافع الانتقام، وبيجيبوها علشان يحققوا معاها. لكن طبعا بيبقى شيء واضح جدا انها بريئة، واساسا هي طيبة لدرجة ان عمرها ما هتقدر تأذي حد. ولحسن الحظ ان جون بيقف في صفها كمان وبيقدر يثبت ليهم كلهم انها بريئة، فبتروح تتكلم معاه بعدها وبتشكره على انه هو ساعدها، وبتقوله ان هي مستعدة تردله الخدمة دي علشان يبقوا متساويين. فبيطلب منها جون تحكي له اكتر عن قصة صاحب السوبر ماركت اللي اتقتل، وبيكون عايز يعرف تفاصيل زيادة عن القضية. بس لما بتبدأ ريم تتكلم وتحكي له بتحس بتعب غريب وبتحتاج انها تروح تغسل وشها. وهنا بتتفاجئ ان جون جاي وراها علشان يطمن عليها وكمان بيسألها ايه اللي حصل. ولما بيعرف انها تعبانة وعندها دوخة بيساعدها وبيخليها تسمع اغاني من السماعات كنوع من تهدئة الاعصاب. وبنلاقي في الوقت ده ان جون فعلا مهتم بيها، بس ما بنكونش عارفين هل ده بدافع الحب ولا علشان دي المهمة اللي كلفه مديره بيها. وبعد ما بينتهي اليوم بيروح جون معاها علشان يوصلها للبيت، لان الدنيا بتكون ليل وما ينفعش يسيبها لوحدها. وفي الطريق بيتكلموا مع بعض وبيعرفها جون انه بقى مسؤول عنها وهي لازم تحترم ده. وقبل ما بتطلع للبيت بيديلها حلوى هدية وبيقولها تاكلها في حالة انها حست بتعب مرة تانية، لان الحاجة اللي فيها سكريات بتساعد في الموضوع ده. وبعدها بيسيبها وبيمشي، وبيسيبنا احنا كمان محتارين بخصوص مشاعره ناحيتها. وتاني يوم بيكون جون في المكتب وشغال على قضية لحد ما بتبلغه زميلته وبتقوله ان برضه ريم مختفية من المدرسة ولازم يروح علشان يعرف مكانها. وبالفعل بيتحرك جون وبيروح لمكان مدرستها، بس الغريب انه بيلاقيها بكل سهولة وبتكون هي واقفة مستنياه. وبيستغرب اكتر لما بيلاقيها بتقدم له ملفات بخصوص القضية وبتقوله ان المعلومات دي هتفيده بشكل كبير. وفعلا بيلاقي جون انها معلومات مهمة، ومش بيكون عارف ازاي ممكن شابة صغيرة في مرحلة الثانوية ممكن تكون بالذكاء ده وتقدر توصل للمعلومات دي. وتاني يوم بتتكلم ريم مع جون في التليفون
وبتعرفه ان هي محتاجة مساعدته ضروري، فبيوصلها وبيسألها في ايه، وبيعرف منها ان في شخص خبط صديق ليها بالموتوسيكل وهرب على طول، وهو لازم يساعدها علشان يلاقوا الشخص ده ويعاقبوه. فبتبدأ ريم تحكي له عن مواصفاته، وعلى طول بيستخدم جون ذكائه وبيقدر يحدد هو ممكن يكون فين. وبالفعل بياخدها وبيروحوا سوا لمكان صيانة العربيات، وهناك بيقدر يلاقي الشخص اللي خبط صديقها. فبيواجهه جون باللي حصل، ولانه مش بيقدر ينكر حاجة فبيقدم مبلغ مالي كتعويض على غلطته، خصوصا ان صديق ريم حالته بقت كويسة والاصابة مش خطيرة. وبعدها بياخدها جون معاه علشان يوصلها، وفي الطريق بتشكره جدا على وقفته معاها. ومع مرور الوقت بيرجع جون تاني للتحقيق في قضية القتل هو والفريق بتاعه، وبيبقى واضح انهم حققوا انجاز كبير وقريب جدا هيوصلوا للقاتل. وبعد فترة بتعرف ريم ان عيد ميلاد جون بكرة، وطبعا بتقرر انها لازم تعمل له مفاجأة وتحتفل بيه. وعلى الجانب الاخر بنشوف جون وهو في البيت بيتصل بيه الرئيس بتاعه وبيعرفه انه لازم يروح مدرسة ريم بكرة علشان يحضر معاها اجتماع بخصوص اولياء الامور. فبيوافق جون وبيعرفه ان هو مش هيتأخر. وبالفعل بيجي تاني يوم وبنشوف مع بعض ريم وهي في متجر هدايا علشان تشتري تورته لجون بمناسبة عيد ميلاده، بس للأسف ده بيأخرها شوية وبيخليها توصل للمدرسة، وبتلاقي جون واقف مستنيها علشان يحضروا الاجتماع. فبيتكلم معاها وهو متضايق شوية، وبيقول لها ان هي لازم تهتم اكتر من كده وتبطل تكون انسانة مهملة. فبتحاول ريم تقوله انها اتأخرت علشان كانت بتحضر له مفاجأة، لكنه بيتعصب عليها اكتر ومش بيديلها فرصة تتكلم، وده بيخليها تتضايق بشكل كبير لدرجة انها بتسيبه وبتمشي وما بتعرفوش اي حاجة بخصوص الهدية. وبعدها بيروح جون يحضر اجتماع اولياء الامور، وطبعا كل اللي موجودين بيبقوا مستغربين ازاي شاب صغير في السن ده يكون ولي امر ريم. بس طبعا جون مش بيهتم وبيبدأ يقرأ الملاحظات بتاعت ريم، وبيتفاجئ ان درجاتها في المدرسة اتحسنت بشكل كبير وانها بقت ملتزمة اكتر من الاول. وفي الوقت ده بيتضايق وبيحس انه كان غلطان لما اتكلم معاها باسلوب وحش وزعلها منه، وبيقرر انه لازم يصلح غلطته دي. وبعد الاجتماع بيروح مطعم علشان ياكل هناك لوحده، والمفاجأة انه بيلاقي ريم جاية هي وصديق ليها علشان ياكلوا مع بعض. فبيفضل يراقبهم من بعيد، وطول الوقت بيكون متضايق وغيران لدرجة انه مش بيقدر يمسك نفسه، وبيروح يقعد معاهم هما الاتنين. وطبعا ريم بتكون لسه متضايقة منه فبتحاول تتجنبه شوية لحد ما بتقوم تدخل الحمام. وفي الوقت ده بتقع شنطة ريم على الارض، ولما بيشوفها جون بيتفاجئ بالتورتة اللي كانت جايباها علشانه، وبيعرف انها كانت متأخرة علشان تحتفل بيه، وده بيحسسه بالندم اكتر. وهنا بترجع ريم وبتشوفه وهو ماسك التورتة، وبتكون فاكرة انه رماها على الارض بالقصد علشان مش عاجباه. فبتتضايق جدا وبتكون متعصبة عليه، وفي النهاية بتمشي وبتسيبه قبل ما يحاول جون يبرر موقفه. ولما بيحاول يتصل بيها علشان يوصلها ويوضح سوء التفاهم اللي حصل بتتجاهله ريم، وكمان بتقفل تليفونها. فبيقرر جون انه يروح لها البيت بنفسه، لكنه بيتفاجئ انها مش موجودة ومش بيكون عارف هي فين. وبيفضل الوقت يعدي وبنشوف مع بعض ريم وهي ماشية لوحدها ومتضايقة، وعلى الجانب الاخر جون بيكون بيدور عليها لحد ما فجأة بيظهر شخص غريب من ورا ريم وبيخطفها ومش بنكون عارفين ايه السبب. وبعد شوية بيوصل جون للمكان ده وبيشوف السماعات بتاعتها، فبيعرف انها كانت موجودة هنا واكيد في حاجة حصلت لها. فبيروح بسرعة يدور عليها وبيستخدم ذكائه في انه يوصل لها، وبالفعل بيعرف مكانها. وعلى الجانب الاخر ريم بتكون مربوطة وفي شخص بيحاول يقضي على حياتها، وبيبقى واضح كده ان في سبب هو عايز يقتلها علشانه. لحد ما بيوصل جون للمكان، وفي الوقت ده بيسمع المجرم صوته وبيهرب قبل فوات الاوان. ولحسن الحظ ان ريم بتكون لسه عايشة، بس طبعا مصابة بشكل خطير. فبيشيلها جون وبيجري بيها بسرعة علشان يلحقها لحد ما بيوصلوا للمستشفى. وطبعا طول الوقت بيكون جنبها ومستنيها تفوق علشان يطمن عليها، وبيبقى قلقان من انها لسه فاقدة الوعي لحد دلوقتي. لحد ما بيجي دكتور وسيم وبيكون اسمه رامي، وبيتكلم مع جون وبيطمنه ان وضعها ما بقاش خطير خلاص، وانه لازم يرجع لشغله علشان ما يعطلش نفسه ويبقى يجي يزورها في وقت تاني. وبالفعل بيجي تاني يوم
ولحسن الحظ ان حالة ريم بتتحسن وبتستعيد وعيها من جديد. فبيجي الدكتور رامي يطمن عليها وبيكلمها شوية عن اللي حصل وبيعرفها بنفسه، وطبعا مش بينسى يحكي لها عن جون وانه كان طول الوقت جنبها وقلقان عليها جدا، لحد ما بيوصل جون بنفسه وبيقعد مع ريم وبيستغل الوقت ده علشان يوضح لها سوء التفاهم ويشكرها على تورتة عيد ميلاده اللي كانت جايبها له. وبنلاحظ ان ريم سعيدة جدا بسبب اهتمامه بيها، واخيرا بيصلحوا كل الخلافات اللي بينهم والحياة بترجع لطبيعتها من جديد. بس برضه بيفضل في سر غامض، وهو السبب اللي ريم اتخطفت علشانه ومين اللي عمل كده. والغريب ان الشرطة فعلا بتوصل لمكان الخاطف، لكن المفاجأة انه بيكون مقتول، والسر بيزيد غموض اكتر، خصوصا لما بيروح جون هو وزميله معاه لبيت زوجة الضحية علشان يستجوبوها وبيحاولوا يوصلوا منها لأي معلومات. فبيسألها جون إذا كان في حاجة غريبة بتحصل الفترة الأخيرة ممكن تساعدهم في القضية. وهنا بتقوم الزوجة وبتوري له رسالة مكتوبة على الحيطة بتكون عبارة عن معادلات رياضية مش مفهومة، وبتقول له إن الرسالة دي ظهرت لوحدها وما كانوش أبدا فاهمين إيه معناها. وبعدها بيفضل جون يراقبها لأنه حاسس إنها مخبية حاجة تاني، وبالفعل بيلاقيها رايحة تقابل عشيها وبيبدأ يشك فيها ومش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. وعلى الجانب الآخر بتكون ريم خرجت من المستشفى أخيرا وبترجع للبيت، وأول ما بتدخل بتتفاجئ إن البيت مترتب كويس وكمان في رسائل كتير جون كان كاتبها ليها وسايبهم في كل مكان علشان يطلب منها تحافظ على صحتها وما تاكلش أكل مضر. فبتفرح جدا باهتمامه ده ومش بتبقى مصدقة نفسها. ومع مرور الأيام بيقدر جون يوصل هو والشرطة للشخص اللي قتل المجرم اللي خطف ريم، والمفاجأة إنه بيكون راجل كبير في السن لكنه لحد دلوقتي بيحضر محاضرات في الجامعة ومهتم قوي بالعلوم. وبنعرف إن السر ورا قتله للخاطف هو إن الراجل ده كان شاطر جدا في دراسته، لكن الشخص اللي اتقتل كان من عيلة غنية وقدر يسرق نتائج امتحانه وينسبها ليه هو، وبالتالي هو بقى دكتور. أما الراجل العجوز ضيع عمره كله في اللا شيء، فقرر في النهاية انه يقتله كنوع من الانتقام والندم على حياته. وبعد ما القضية دي بتتقفل بيفضل جون برضه محتار ومش فاهم ايه علاقة كل الحاجات دي ببعض، والأهم بالنسبة له هو سبب خطف ريم من المجرم اللي مات. وعلى الرغم من كل الدوشة اللي بيمر بيها دي لكنه برضه مش بينسى ريم، وبيروح في مرة للمدرسة بتاعتها علشان يوصلها. فبيتكلموا مع بعض في الطريق لحد ما بيروحوا سوا للجامعة، وهناك بيبدأ جون يكلمها عن الحياة الجامعية لأن ريم في آخر سنة ليها في المدرسة وقريب هتدخل الجامعة، لكنها بتتصدم وبتعرفه ان هي مش حابة تكمل دراستها وبتفكر تكتفي بالمدرسة الثانوية. بس طبعا مش بيوافق على رأيها ده وبيفضل يتكلم معاها علشان يقنعها ان الحياة الجامعية مفيدة جدا وهتفرق معاها في مستقبلها، ولانه بيخاف عليها بجد ومهتم بأمورها فبيقدر يقنعها بكلامه. وبيتفقوا مع بعض انه هيساعدها لحد ما تدخل اختبارات الجامعة وتتقبل فيها، وبالفعل بيبدأوا ده على طول علشان ما يضيعوش وقت. وبيكون جون واخد الموضوع جد قوي لدرجة انه بياخدها وبيروحوا مع بعض علشان يمرنها على الرماية. وبنلاحظ ان مستوى جون فيها ممتاز بشكل كبير، وده طبعا على عكس مستوى ريم اللي بيكون مبتدئ. بس برضه جون مش بيسيبها تفشل في اي حاجة وبيفضل يساعدها وواقف جنبها بحيث تكون جاهزة ومستعدة لاختبارات الجامعة وتنجح فيها بكل سهولة. وفي يوم من الايام بتكون ريم خارجة من المدرسة وبتتفاجئ بجون هو وزمايله في الشرطة واقفين مستنيينها علشان يشجعوها اكتر لان الامتحانات قربت ولازم يقفوا جنبها. فبتفرح ريم جدا بيهم خصوصا انهم جايين بالزي الرسمي وعاملين الموضوع ده مخصوص علشانها. ولما بتعرف ان جون هو اللي خطط لكل ده مش بتقدر تمنع نفسها من انها تحضنه، وبيبقى واضح انها فعلا متعلقة بيه ومشاعرها ناحيته بتتحرك بشكل كبير. بيمر الوقت وبنروح لميعاد الامتحان، وطبعا مش محتاجين نقول ان جون بيكون مع ريم وبيوصلها بنفسه علشان تمتحن، وقبل ما تدخل بيحاول يطمنها ويطلب منها تركز وبيعرفها انه واثق فيها وانها تقدر تحل كويس. وبالفعل بتدخل ريم للامتحان وبتبقى متوقعة ان الموضوع هيكون سهل وبسيط، لكن للأسف الامتحان بيكون صعب وكل الطلاب بيكونوا متوترين، وده بيسبب قلق طبعا لريم وبتبدأ بالتعب وبتفقد الثقة في نفسها. بس لحسن الحظ انها بتلاقي الحل لكل ده عن طريق انها بتفتكر اوقاتها مع جون وبتستعيد في خيالها
وقت ما كان بيشجعها وواقف جنبها، وبالفعل ده بيفرق معاها بشكل كبير، وبتقدر ريم تحل كويس على قد ما تقدر. بس لما بتخلص آخر سؤال في الامتحان بيكون القلق والتوتر أثروا عليها بشكل كبير، وده للأسف بيخليها تفقد وعيها. وطبعا جون بيكون واقف مستنيها بره، فعلى طول بيعرف اللي حصل وبينقلها للبيت علشان ترتاح ويطمن عليها، وهناك بيفضل قاعد جنبها لحد ما تفوق. ولحسن الحظ ان ده بيحصل بسرعة، وحالة ريم بتكون كويسة، فبتتكلم مع جون وبتشكره على كل حاجة بيعملها علشانها، وهو بيكون مبسوط بوجوده معاها. وبتكمل سلسلة الأخبار الحلوة بإن ريم بتحقق نتيجة ممتازة في الامتحانات، وبتكون قادرة تدخل أي جامعة هي عايزاها. فبيروح جون يقعد معاها علشان يبارك لها ويتكلموا مع بعض في الموضوع الأهم، وهو إن ريم محتارة تدخل جامعة إيه، ومش عارفة أنه مجال دراسة ممكن يكون مناسب ليها. فبيتكلم جون معاها وبيحاول يحدد شغفها ناحية أنهي مجال، لحد ما في النهاية بينصحها تدخل مجال العلم النفسي لأنه شايف إنه مناسب ليها أكتر. وبالفعل بتقتنع ريم بكلامه وبتبقى متحمسة قوي للجامعة الجديدة. وبعدها بيروحوا هما الاتنين وبيقعدوا مع باقي صحابهم في اسم الشرطة وبيحتفلوا سوا بالمناسبة دي، وبيبقوا كلهم مبسوطين بنجاح ريم وإنها قدرت تحقق حاجة كبيرة بالشكل ده. وعلشان كده بيقرروا كلهم يكافئوها، وبيتفقوا مع بعض ان هم هيروحوا مكان لطيف علشان يقضوا هناك وقت سوا. وطبعا اول ما بتسمع ريم الكلام ده بتكون فرحانة ومتحمسة جدا. وبالفعل تاني يوم بيتجمعوا كلهم وبيستعدوا علشان يتحركوا بالعربية، وهنا بتبدأ ريم تبذل مجهود كبير علشان تقعد في الكنبة اللي ورا وتبقى جنب جون، وفي النهاية بتنجح في ده فعلا، وبتبقى في غاية السعادة لأنها قاعدة جنبه، وبيبقى شيء واضح خلاص إنها بقت معجبة بيه وبتحب وقتها معاه. وبعد شوية وقت بتحس ريم بالتعب وبتبدأ تروح في النوم، فبتميل على كتف جون علشان تنام، لكنه بيلاحظ انها ممكن ما تبقاش مرتاحة في الوضع ده، علشان كده بينقلها للناحية التانية وبيحط ايده علشان تسند عليها، ومش بيهتم خالص ان الحركة دي ممكن تكون مؤلمة بالنسبة له، وبيبقى مهتم اكتر براحتها هي. وفي اللحظة دي بتبتسم ريم وبنكتشف انها مش نايمة ولا حاجة، وبتمثل كل ده علشان تشوف اهتمام جون بيها. ولما بيوصلوا كلهم بيقضوا يوم سعيد جدا ومميز، خصوصا بالنسبة لريم اللي بتفضل مع جون طول الوقت ومش بيضيعوا لحظة واحدة غير وهم مستمتعين بيها. ومش كده وبس، ده كمان بياخدها وبيروحوا لوحدهم للملاهي علشان يخلي ريم على راحتها وتنبسط اكتر على قد ما تقدر. وعلى قد ما كان الموضوع ده سعيد بالنسبة لريم جدا، لكن الاهم انهم في الوقت ده بدأوا يلاحظوا حبهم لبعض اكتر، ومشاعرهم بقت واضحة زيادة عن قبل كده، خصوصا ان في لحظات رومانسية كتير بتعدي عليهم وحرفيا مش بيكون ناقص غير انهم يعترفوا لبعض بمشاعرهم. وبعد اليوم ده بتكون ريم قاعدة في مرة وبتلاقي صديقها بيتصل، فبترد عليه وبنعرف مع بعض انه نفس الشخص اللي راحت تاكل معاه في المطعم وجون شافهم مع بعض. فبتتكلم معاه ريم وبتسأله عن سبب المكالمة، وبيرد عليها صديقها ده وبيعرفها انه عايز يحتفل بيها علشان نجحت وهتدخل الجامعة قريب، ولأن ريم معتبرها شخص كويس فبتوافق، وبيتفقوا مع بعض على ميعاد لمقابلتهم. وبالنسبة للشخص ده فلازم نوضح ان اسمه جانو وحاليا شغال دكتور، وبيمر الوقت وبيجي ميعادهم اللي المفروض هيتقابلوا فيه. وبالفعل جانو بيكون واقف مستنيها ومحضر لها جو لطيف جدا، فبتوصل ريم وهي لابسه فستان جميل وبتتفاجئ بكل التحضيرات دي وبتبقى سعيده نوعا ما، لحد ما بتظهر نية جانو الحقيقيه وبنعرف انه معجب بيها ومش معتبرها مجرد صديقته زي ما هي معتبراه، لدرجه انه بيطلب منها يرقصوا سوا. وللاسف ريم بتبقى محرجه وبتضطر توافق، وبعدها بيكون مجهز مفاجاه كمان، وبيتفرجوا مع بعض على الالعاب الناريه اللي بتشد انتباه ريم جدا وبتبقى فرحانه بيها. بس فجأة بتبدأ ريم تحس بتعب غريب وما بتكونش عارفة ايه اللي بيحصل، لحد ما بتبقى على وشك انها تفقد الوعي. ولحسن الحظ ان في اللحظة دي جون بيوصل للمكان وبيسندها، ومش بس بيساعدها في ده كمان بيساعدها في انه بيخلصها من الدكتور. وطبعا بيبقى متضايق جدا وحاسس بالغيرة، خصوصا ان ريم لابسة ومستعدة كويس قوي للمناسبة دي. فبياخدها جون وبيمشوا من المكان وهو متعصب
والغيرة باينة عليه جدا. لكن على الرغم من ده بينسى جون كل المشاكل دي، وبيبقى عارف ان جانو هو اللي بيستغل ريم، وانها اكيد ما تقصدش حاجة، وكمان بيقدر انها تعبانة، وعلشان كده بيشيلها على ظهره لحد ما بيوصلها للبيت. وفي الطريق بتتكلم معاه ريم، وبتكون مبسوطة جدا من قلق جون وغيرته عليها، فبتحاول تصالحه بكلامها، وبالفعل بتقدر تعمل ده. ومن أول اللحظة دي بتبدأ المواقف اللي تبين حبهم لبعض تزيد، خصوصا لما بيروح جون يدربها على الرماية مرة تانية. وكل اللي بيحصل ده بيفضل يحرك شيء جوه ريم، وبتبقى أدركت تماما إنها بتحب جون، لحد ما في يوم من الأيام بيكون جون قاعد في البيت وبيلاقيها بتتصل بيه، فبيرد عليها. لكن المرة دي أسلوبه بيكون متغير شوية، وبيحاول يكلمها ببرود، وكمان لما بتطلب منه يتقابلوا بكرة بيرفض وبيتحجج بإن عنده شغل. فبتلاحظ ريم إنه بيتهرب منها، ومش بتبقى فاهمة السبب إيه. وبنكتشف مع بعض إن جون مضطر يعمل كده لأن هو كمان بقى متأكد إن هو بيحبها، لكنه خايف يأثر على دراستها أو حتى على شغله، وبيبقى شايف إن أحسن حل هو إنه يبعد نفسه عن المشاعر، وكل واحد يركز على حياته. ولما بيقفلوا المكالمة بتلاقي ريم تليفونها بيرن، فبترد بسرعة وبتكون فاكرة إن جون بيتصل علشان يصالحها، لكنها بتتفاجئ إن جانو هو اللي بيتصل بيها وبيطلب منها يتقابلوا مرة تانية. ولسبب ما ريم بتوافق، وبتقوله إنها هتكون فاضية بكرة. وبالفعل بيجي تاني يوم وبيتقابلوا هما الاتنين، لكن طول الوقت بتفضل ريم سرحانة ومش بتفكر في أي حاجة غير جون وأسلوبه معاها، لدرجة إنها بتتكلم بطريقة غير مباشرة مع جانو في الموضوع ده، وبتحاول تاخد منه نصيحة. ولما بيمشوا وبيسيبوا بعض بتقرر ريم إنها لازم تحط حد للموضوع ده، وبتروح تزور جون في بيته. لكنها لما بتوصل وبتخبط عليه مش بيرد عليها، وكمان بيتجاهل مكالماتها، فبتتضايق ريم ومش بتبقى عارفة تعمل ايه. وبعد فترة بتبدأ ريم تنشغل في حياتها الجامعية، خصوصا انها لسه داخلها جديد. وفي يوم من الايام بيكون في حدث مهم في الجامعة، وبيستضيفوا شخص مشهور اسمه شونج، وبيكون بارع في لعبة الشطرنج والالعاب اللي شبهها واللي بتعتمد على الذكاء. فبتحصل مسابقة كبيرة في الحدث ده، وبيبقى مطلوب من شونج انه يتغلب على اكتر من شخص في نفس الوقت. وبالفعل بتبدأ المسابقة، وبيلاحظوا كلهم ان فعلا تشونج شخص موهوب، وبيقدر ببساطة يفوز ويحقق تقدم كبير، لدرجة انه بيكون فاضله شخص واحد بس ويبقى فاز بالمسابقة كلها. وفي الوقت ده بتكون ريم موجودة ومتابعة كل اللي بيحصل، ولما بتعرف ان الشخص اللي فاضل ده هو صديقها في الجامعة بتحاول تساعده علشان يفوز على شونج. وبالفعل بتستخدم ذكائها وبتبدأ تغششه علشان تعرفه ازاي يلعب. والغريب ان نصايحها فعلا بتكون فعالة وبتقدر تخليه يكسب، وبيبقى الشخص الوحيد اللي قدر يتغلب على شونج. لكن طبعا بيبقى واخد باله ان ريم هي سبب الفوز ده، وعلشان كده بيقرر يتكلم معاها بعد المسابقة. وبالفعل بيجي شونج يكلمها وبيسألها هي ازاي قدرت توصل للمعلومات اللي خلت صديقها يفوز بيها، وبيبقى شاكك انها مهتمة باللعبة او في حد بيعلمها. لكن ريم بتنكر كلامه وبتعرفه انها استخدمت عقلها مش اكتر، وبعدها بتسيبه وبتمشي لان هي تعبانة شوية. ومع مرور الايام بنشوف ان جون على الجانب التاني مهتم بشغله ومركز فيه بشكل كبير، لحد ما في مرة بيمسك تليفونه وبيقلب فيه وبيلاقي صورة لريم وهي بتلعب مع شوية اطفال. فبيقلق انها ما تكونش مركزة على دراستها، لانه اصلا كان بعد عنها علشان يخليها تهتم بالدراسة. وعلشان كده بيروح يقابلها وبيقعد معاها وبيكلمها بخصوص المذاكرة وانها لازم تركز اكتر من كده. وطبعا هي بتبقى متضايقة منه بسبب اسلوبه الفترة الاخيرة، لكن بيقدر يصالحها بسهولة وبيقول لها انه مش هيعمل كده تاني، وانها لو احتاجته في اي وقت فهيكون موجود علشانها. وبترجع اللحظات الرومانسية تجمعهم من تاني، وبترجع حياتهم لطبيعتها. وفي يوم من الايام بتكون ريم ماشية بعد الجامعة وبتتفاجئ ان شونج جاي يتكلم معاها، وبيطلب منها يلعبوا شطرنج ضد بعض لانه مش ناسي اخر مرة لما خلت صديقها يفوز عليه. وعلى الرغم من ان ريم ما بتكونش مهتمة بده، بس بتاخد الموضوع تحدي وبتوافق انها تلعب ضده. وبالفعل بيروحوا هما الاتنين لمكان علشان يلعبوا سوا، وبنلاحظ ان شونج مركز جدا وبيحاول ما يخسرش باي طريقة. وعلى الجانب التاني ريم بتبقى حاسة ان الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لها، وانها قادرة تستخدم ذكائها علشان تفوز عليه. وبعد شوية وقت بتكون ريم فهمت طريقة لعبه خلاص،
والغريب انها بتكسبه بسهولة جدا. فبيستغرب شونج وما بيكونش فاهم ازاي حد ممكن يكون بالمهارة دي، وبيصمم انه يلعب معاها دور كمان، لحد ما بتجيله مكالمة على التليفون، واول ما بيشوفها بيسيب المكان وبيمشي. وبتفضل ريم محتارة ومش فاهمة ايه اللي حصل، وبيبقى واضح كده ان شونج هيبقى له دور كبير في قصتنا، وفي سر كمان هيظهر معاه. وبتمر الايام، وفي مرة بتروح ريم تقابل جانو لانه طلب يتكلم معاها. فبيقعدوا سوا وبيفضلوا يتكلموا في مواضيع عامة، لحد ما بيبدأ جانو يسألها عن اليوم اللي اتخطفت فيه قبل كده، وبيحاول يعرف ليه الشخص ده خطفها. وفي اللحظة دي بتفتكر ريم ذكريات من ايام الطفولة، وبنتفاجئ انها كانت عارفة سبب خطفها ومخبية لحد دلوقتي. وبنشوف مع بعض ان ريم كانت طفلة يتيمة من صغرها، وفي دكاترة كتير كانوا بيستغلوها هي واطفال تانيين علشان يعملوا عليهم تجارب. لكن طبعا ما بتقولش لجانو عن اي حاجة بخصوص القصص دي، وبتتظاهر انها ما تعرفش حاجة عن الشخص اللي خطفها. والمفاجأة بقى ان الشخص اللي بيكون ورا كل ده، واللي استغل ريم هي وباقي الاطفال زمان علشان التجارب بتاعته، بيطلع هو جانو. وبنعرف انه بيعمل كده علشان يقدر يلاقي علاج يعالج بيه والده، لأنه بيعاني من حالة مرضية نادرة. وعلى الرغم من أنه بيكون فعلا في مشاعر ناحية ريم، بس طبعا بيكون مهتم بوالده أكتر، ومستعد يستغلها بأي طريقة علشان ينقذ والده. وللأسف المفاجآت مش بتنتهي لحد هنا. وفي مرة بيكون جون في شغله مع باقي الفريق في القسم، وبتجيلهم مكالمة غريبة شوية، بيعرفوا منها ان لاعب الشطرنج المشهور شونج رمى نفسه في البحر وانهى حياته لسبب مجهول. فبيوصل جون وباقي الفريق لمسرح الجريمة، وبيبقوا مستغربين جدا ازاي شخص زيه يعمل حركة زي دي. وبيفضل السر يكبر وما بيقدروش يكونوا صورة عن اللي بيحصل. ولما بيوصل الخبر ده لريم بتستغرب هي كمان، وبتبقى شايفة ان الموضوع غريب شوية، خصوصا كمان لما بتعرف انهم لحد دلوقتي ما لقوش جثته. وعلشان كده بتروح للبحر اللي المفروض شونج رمى نفسه فيه، وبتستخدم ذكائها علشان تقدر تفكر وتحلل اللي بيحصل، لحد ما بتروح تتكلم مع صياد واقف في المكان، وبتسأله إذا كان شاف في اليومين اللي فاتوا دول أي أثر لجثة ولا حاجة. لكنه بيعرفها إنه بيجي هنا كل يوم، وبيأكد لها إن مفيش حاجة من دي حصلت. ولما بتسمع ريم الكلام ده، بتستنتج إن شونج ما ماتش ولا حاجة، وإنه عمل التمثيلية دي علشان يوصل لغرض معين. وبنرجع مرة تانية لجانو بعد ما عرفنا إن خطته هو إنه استغل ريم علشان يعالج والده. وطبعا علشان يعمل حاجة زي دي لازم يخلق مشاكل ما بينها هي وجون علشان يبعدهم عن بعض، ويقدر يعمل اللي هو عايزه. وعلشان كده بيجي يقابلها في البيت، وبيبقى جاي علشان يقول لها سر كبير بخصوص جون هيفاجئها وهيفاجئنا احنا كمان، وهيخليها تبعد عنه تماما. فبيبدأ يتكلم معاها وبيصدمها بمعلومة غريبة شوية، وهي ان جون كان صاحب اخوها اللي اتقتل ايام زمان. ومش كده وبس، ده كمان يعرف كل حاجة عن تفاصيل موته، وطول الفترة دي كان مخبي عن ريم ومش حكيلها اي حاجة بخصوص الموضوع ده. وطبعا ريم لما بتسمع الكلام ده مش بتبقى مصدقة نفسها، وبتقرر انها لازم تقابل جون في اسرع وقت علشان تواجهه بالكلام ده وتعرف الحقيقة. وبالفعل بيتقابلوا هما الاتنين، وبتكون ريم منهارة وخايفة أحسن كلام جانو يطلع صح، وتكتشف إن جون كان مخبي عليها سر زي ده فعلا. فبتواجهه باللي حصل وبتسأله إذا كان يعرف أخوها فعلا. وهنا بيقرر جون إنه يقول الحقيقة، وبيأكد كلام جانو. فبتسأله ريم طبعا عن السبب اللي خبى علشانه حاجة زي دي، وبتبقى عايزة تعرف بالتفصيل ايه اللي حصل. فبيبدأ جون يحكي لها كل حاجة، وبيقول لها انه زمان هو واخوها كانوا صحاب في نفس المدرسة. وفي يوم من الايام بنشوف جون وهو ماشي، وفجأة بيظهر قدامه شوية مجرمين وبيبدأوا يضايقوه. لكن جون بيكون شجاع جدا وبيقف قدامهم لوحده، وبيقدر يتغلب عليهم في البداية. لكن للأسف الكترة بتغلب الشجاعة، وفي الوقت ده بيظهر أخو ريم وبيجي يدافع عنه ضد المجرمين دول. لكن الموضوع بينتهي بيه بأن هو كمان بيتضرب وبيتصابوا هما الاتنين. ولما بيرجعوا البيت سوا بيتكلم أخو ريم معاه، وبينصحه انه لازم يتجنب الناس دول لانه مش هيوصل معاهم لحاجة، وان الحاجة اللي المفروض يعملها هو انه ما يقفش قدامهم بعد كده علشان يقدر يعيش في سلام. وبالفعل بيقتنع جون بنصيحته، وبيقرر انه من اليوم ده مش هيدخل في مشاكل تاني وهيتجنبها على قد ما يقدر. لحد ما في يوم من الايام بيكونوا هما الاتنين واقفين مع بعض، وفجأة بيظهروا المجرمين مرة تانية وبيبقوا جايين يضايقوهم برضه. فبيجروا هما الاتنين علشان يستخبوا منهم ويتجنبوا المشاكل زي ما اتفقوا. بس اخو ريم بيبقى قلقان احسن يوصلوا لهم ويضربوهم من تاني، وعلشان كده بيطلب من جون يفضل مستخبي
وبيروح هو علشان يشتت انتباههم ويبعد عن المكان، وبالفعل بيعمل كده وبيخليهم يجروا وراه. وفي الوقت ده بيتحرك جون وبيروح يدور على صاحبه لحد ما بيتصدم بجثته بتترمي من فوق مبنى، وبيعرف ان المجرمين دول قتلوه. ولما بيروح بعدها لاسم الشرطة علشان يبلغ عن اللي حصل، محدش بيقدر يساعده لان ما عندوش دليل على ان المجرمين اللي يقصدهم هم اللي عملوا كده. وبنرجع تاني للوقت الحالي وبنشوفه وهو بيتكلم مع ريم اللي ما بتكونش مصدقة الموقف اللي هي فيه، فبتبدأ تلومه وهي منهارة على موت اخوها، وبتقوله ان هو السبب في كل ده لان اخوها مات وهو بيدافع عنه. والحاجة اللي بتزعل ريم اكتر هي انها بتشك في حبه ليها، وبتبدأ شايفة ان جون كان مهتم بيها طول الفترة دي علشان بس حاسس بالذنب وبيحاول يصلح غلطته مش اكتر. وبتنهي ريم كلامها بانها بيغمى عليها من كتر التعب، وعلى طول بيجري جون علشان يلحقها وينقلها للبيت. ومن اول اليوم ده بتمر ريم بفترة صعبة ومش بتبقى عايزة تشوف جون نهائي، وبترجع علاقتهم لنقطة الصفر. وطبعا دي بتبقى الفترة المثالية لجانو علشان يتابع خطته الخبيثة ويقدر يستغل ريم زي ما كان مخطط. وبالفعل بيروح يزورها في البيت وبيمثل انه مهتم بيها وجاي علشان يطمن على صحتها، وبيقدر يقنعها كمان انها تنقل شوية من المكان ده وتروح تسكن في بيت تاني علشان تغير جو ومزاجها يكون احسن. فبتنزل ريم معاه وبتركب عربيته، وللأسف مش بتبقى عارفة ان ده جزء من خطته وانه هو هيخطفها، لحد ما بتاخد بالها ان العربية ماشية في طريق غير اللي كان قايل لها عليه. وبتعرف في اللحظة دي انه هو مخبي عنها حاجة، فبتحاول تطلب منه يلغي الفكرة ويرجعها تاني للبيت، لكنه بيرفض وبيبدأ يظهر على حقيقته. وهنا بتقدر ريم تطلع التليفون بتاعها وبتبعت رسالة لجون علشان تطلب منه يلحقها. ولحسن الحظ انها بتقدر تبعت الرسالة، لكن بعدها على طول جانو بياخد باله وبيسحب منها التليفون. ومش كده وبس، ده كمان بيطلع منديل فيه مخدر من جيبه وبيكتم بيه نفسها لحد ما بتفقد وعيها. ولما بيوصلوا للمكان اللي جانو واخدها فيه علشان يكمل البحث بتاعه ويستغلها في علاج والده، بتبدأ ريم تلعبها صح وبتمثل انها هادية ومطمنة ليه لحد ما بتروح الحمام. وطبعا جانو بيبعت معاها 2 من رجالته علشان يراقبوها، ولحسن الحظ ان ريم بتقدر تخدعهم وبتهرب من المكان بأقصى سرعة لحد ما بتوصل الغابة. وعلى الجانب الآخر بنشوف جون وهو بيتكلم مع الرئيس بتاعه وبيعرفه ان ريم اتخطفت ولازم يتحركوا في أسرع وقت، لكن الرئيس بيرد عليه وبيعرفه ان الموضوع ده محتاج اجراءات كتير ومش هينفع يحصل بالسهولة دي. بس طبعا جون ما بيهتمش بكل الكلام ده ومش بيبقى عنده وقت علشان يفضل مستني حبيبته يحصل لها حاجة، وعلشان كده بيقرر انه يتحرك لوحده بصورة غير رسمية ويروح ينقذها بنفسه. ولما بنرجع تاني لريم بنشوف انها نايمة في الغابة وكمان بتحلم باخوها، وبتشوفه في الحلم وهو جاي يتكلم معاها وبيحكي لها قد ايه هي وحشاه. فبتفرح ريم جدا لانها شافته حتى لو مجرد حلم، وبتقوله انها بتحبه جدا وما كانتش ابدا تتمنى انه يفارقها. وفي نهاية كلامهم مع بعض بيطمنها اخوها وبيقول لها ان الازمة اللي هي فيها دي هتعدي وجون هيجي ينقذها. واخر حاجة بيقولها هو انه بيطلب منها تثق في جون لانه فعلا بيحبها وبيخاف عليها. ولما بتصحى ريم بتتفاجئ ان فعلا جون موجود في الغابة وبيدور عليها، واخيرا بيقدروا يوصلوا لبعض من تاني. فبيحضنها جون وبيكون مبسوط جدا علشان يطمن عليها، وبيبقى شايف ان دي انسب فرصة علشان يعترف لها بكل مشاعره. بس للأسف ما بيكونش فيه وقت ان ريم تعرفه ان هي كمان بتحبه، وبيبقى لازم يتحركوا بسرعة علشان يهربوا من المكان. ولما بيجي الليل وبيكون هما الاتنين قاعدين سوا في الغابة، بيستغل جون الفرصة علشان يعتذر لها عن اللي حصل وانه خبى عنها حاجة كبيرة زي دي، وبيأكد لها ان مشاعره ناحيتها كانت حقيقية وانه ما كانش بيعاملها كويس لانه حاسس بالذنب زي ما هي كانت فاكرة. وطبعا ريم بتبقى اتأكدت خلاص انه بيحبها ومستعد يعمل اي حاجة علشانها، وبالتالي بتسامحه على كل حاجة وبتعرفه ان هي كمان بتحبه. فبيقضوا هما الاتنين وقت رومانسي سوا وبيبقوا مستنيين الصبح يجي علشان يتحركوا ويمشوا من المكان ده. وبالفعل تاني يوم بيكونوا ماشيين مع بعض في الغابة، وللأسف بيحصل اللي ما كانوش متوقعينه، ورجالة جانو بتظهر في كل مكان حواليهم. فبيستعد جون علشان يدافع عن ريم ويبعدهم عنها مهما حصل، وفعلا بيكون قوي جدا وبيتغلب على عدد كبير منهم. بس للأسف ده ما بيكونش كافي في انه يخلص عليهم كلهم، وبيقدروا يتمكنوا منه ويضربوه. وبيفضل جون لآخر لحظة يدافع عن ريم
زي ما كان اخوها بيدافع عنه بالظبط ضد المجرمين. ولسوء الحظ ان الموضوع بينتهي بان رجالة جانو بتاخد ريم بعيد عنه وبيرجعوا تاني لجانو علشان يعمل البحث بتاعه. وبعدها بيجمعهم جانو هما الاتنين في نفس الغرفة علشان يقول كلام مهم قدام ريم. فبيبدأ يتكلم وبيعرفها ان جون اللي هي بتحبه وخايفة عليه طلع مخبي عنها سر تاني، وهو ان والده كان المسؤول الرئيسي عن الابحاث اللي هم بيعملوها دي. فبيحاول جون يتكلم مع ريم ويعرفها ان الموضوع ده مش حقيقي وان جانو بيحاول يأثر عليها علشان تستسلم. لكن للأسف جانو بيلعبها صح وبيقدر يثبت لها بالأدلة ان والد جون كان بيعمل زيه بالظبط، وان هو كمان كان بيستغل الناس علشان يوصل لحاجة معينة. وطبعا الكلام ده ما بيكونش حقيقي، لكن جانو بيقدر يزيف الأدلة. ولما بتعرف ريم الكلام ده مش بتبقى قادرة تقاوم تاني، وبينتهي بيها الموضوع بانها بتفقد الوعي. فبيطلب جانو من رجالته ياخدوا جون ويخرجوه من الغرفة، وبيبدأ هو يستعد علشان يعمل العملية الريم ويكمل البحث بتاعه. بس لحسن الحظ ان بعد دقايق الشرطة بتوصل للمكان وبينضم ليهم جون علشان يدور على ريم ويقبضوا على جانو وهو وكل اللي بيساعدوه. فبيبدأ جون يتحرك وبيدور في كل مكان على ريم وبيبقى عنده أمل كبير إنه يلاقيها، بس للأسف مش بيقدر يوصل لها. والغريب بقى إن لما الشرطة بتدور في المكان بيلاقوا شونج الشخص المشهور اللي كان بيلعب شطرنج، وطلعت عنه إشاعات إنه رمى نفسه في البحر. وبنعرف مع بعض إن جانو هو اللي خطط لكل ده برضه علشان يستغله هو كمان في البحث بتاعه. وبنرجع تاني لجون وهو بيدور على ريم في كل حتة لحد ما أخيرا بيوصل لها، بس للأسف بيتعرض لهجوم من جانو وبيفضلوا هما الاتنين في معركة مع بعض بتنتهي بان جانو بيمسك سكينة وبيهدده انه لو قرب هيقتل بيها ريم. وطبعا جون بيكون خايف جدا عليها ومستعد يضحي بحياته علشانها، وعلشان كده بيستغل اللحظة المناسبة وبيقدر يبعده عن ريم. لكن للأسف الحركة دي بتكلفه كتير وبياخد هو الطعنة بدلها. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة للمكان وبيقبضوا على جانو وبيحاولوا ينقذوا جون. اما ريم فبتكون مصدومة من اللي حصل ومرعوبة جدا، خصوصا ان الطعنة بتكون خطيرة وحالة جون بتبقى سيئة جدا لدرجة انه بيفقد وعيه. ولما بينقلوه للمستشفى بتفضل ريم قاعدة جنبه طول الوقت علشان تعتني بيه، وبتبقى متأكدة ان حالته هتتحسن علشان يرجع لها من تاني ويكملوا قصة حبهم في سلام بعد ما اخيرا اتخلصوا من كل المشاكل اللي بتواجههم. ومع مرور الوقت بتتحقق امنيتها بالفعل وبيستعيد جون وعيه، وبيلاقي ريم قاعدة جنبه وهي ماسكة ايديه وبيكون في غاية السعادة. ولما بتتحسن حالته بشكل كبير وبيقدر يخرج من المستشفى بيروح هو وريم يزوروا قبر اخوها علشان يخلدوا ذكراه ويحكوا له انهم اخيرا قدروا يتغلبوا على كل اللي واجههم في حياتهم. ومن اول اليوم ده بتبدأ الحياة تمشي بشكل طبيعي والامور بتبقى ممتازة جدا بالنسبة لهم، وكل اللحظات اللي بيمروا بيها بتبقى مناسبة علشان يشاركوا بعض حبهم ويتبادلوا مشاعرهم. وفي يوم من الايام بيكون جون بيدربها علشان تحسن حالتها الجسدية وجسمها يكون قوي، لكن ريم بتفقد وعيها في نص الطريق وهم بيجروا، وعلى طول بينقلها جون للمستشفى وبيبقى خايف عليها جدا. فبيتكلم مع الدكتور علشان يعرف ايه حالتها، خصوصا انها بتفقد وعيها كتير ودي حاجة مش طبيعية. فبيعرفوا الدكتور ان ريم بتمر بحالة مرضية بسبب الجرعات اللي كانت بتاخدها وهي طفلة طول فترة البحث اللي قام بها الدكتور جانو. وبيعرفوا كمان ان حالتها دي ليها علاج بس هيكون في مدينة تانية. فبيستنى جون لحد ما بتفوق ريم وبيقعد يتكلم معاها بخصوص الموضوع، وبيعرفها ان هي لازم تسافر لوحدها علشان تتعالج وترجع لحالتها الطبيعية، وبيعتذر لها انه مش هيقدر يجي معاها علشان ما يأثرش على فترة علاجها وتفضل مركزة على حاجة واحدة بس. وطبعا ريم بتتضايق من الكلام ده وبتبقى فاكرة ان جون بيتخلى عنها، لكن هو بيبقى شايف ان ده افضل حل وبيبقى ضامن انهم كده كده هيتجمعوا من تاني. وبالفعل بتسافر ريم وبتدخل المستشفى الجديدة، ولحسن الحظ ان الجو هناك بيكون لطيف وكمان بتقدر تكون صداقات، وده بيأثر بشكل ايجابي جدا على علاجها وحالتها بتتحسن يوم بعد يوم. بس المفاجأة بقى ان جون ما بيكونش اتخلى عن ريم ولا حاجة، وبنشوف مع بعض انه سافر معاها في السر وكل شوية بيراقبها علشان يعرف اخبارها، وبيبقى مانع نفسه من انه يظهر لها علشان ما يأثرش على علاجها. ومع مرور الايام بتكون ريم حالتها اتحسنت بشكل كامل وبتخرج من المستشفى علشان تعيش حياة طبيعية. بس في مرة وهي ماشية بتتفاجئ ان تليفونها اختفى من الشنطة، وبتعرف انه
اتسرق، فبتستخدم ذكائها علشان تحاول توصل للحرامي، وبالفعل بتقدر تلاقيه في محل تليفونات. ولما بتبدأ تطارده وتواجهه بالأدلة اللي معاها بيجري بسرعة وبيحاول يهرب. وفي اللحظة دي بيظهر جون وبيقبض عليه، وبيثبت لنا انه مش مفوت لحظة واحدة من غير ما يتابع ريم ويعرف اخبارها. وبعد ما بيسلم الحرامي ده للشرطة بيروح يتكلم مع ريم اللي بتبقى متضايقة منه طبعا، لكن جون بيكون رومانسي جدا وبيعرف ازاي يصلح الوضع بسهولة، فبيحضنها وبيعرفها انه عمل كده علشان مصلحتها، ولان ريم بتحبه فبتسامحه، وبتبقى مبسوطة جدا علشان اخيرا رجعوا لبعض تاني، والمرة دي مفيش حاجة هتفرقهم عن بعض. وبالفعل بيعيشوا سوا ايام جميلة ومميزة، وكل لحظة بتعدي عليهم بتبقى